خرج اليوم مسيرين ديال الوداد قالوا باللي الوداد عندها أزمة مالية وغادي تخلص في ليتيج في الصيف أكثر من 3 د المليار د السنتيم. هذا اللي صرحوا به، خليه قال لك شي حوايج يقدروا يخرجوا من هنا للقدام. صراحة أزمة تلوح في الأفق الوداد بعد انعدام الدخول ديال الجماهير وما كاين صراحة شي مستشارين أقوياء عند الوداد لهذا. وما غاديش تكون منافسة العصبة العام الجاي، ما غاديش تكون المستشارين، ما يكونوش مباريات ديال الجمهور اللي يكون فيها 50 40 ألف. صراحة الوداد غادي تمر بأسوأ الظروف العام الجاي من غير إلا جا شي مرشكا يحط الفلوس. بصراحة هذا الموديل هو اللي خرج على الوداد، ما خلاهاش تعتمد على راسها. المهم نشوفو شنو يوقع، نشوفو شكون بعدا اللي غادي يشد الرئاسة، واش البرماكي ولا أيتمنى ولا شي واحد آخر. لهذا نتمنوا الخير صراحة للوداد. فيما الموضوع الآخر سكيتيوي وزيمباور كيمشيو للجنة ديال التأديبية التابعة للعصبة. صراحة مازال ما عرفناش الحكم شنو غادي يكون فيه. صراحة عادي، أي جوج مدربين بعضياتهم أو الهضرة بين بعضياتهم عادي. صراحة ما كاينش شي حاجة زعما شي أي حاجة تدخل فيها لجنة الأخلاقيات. عادي، بغينا داك الأمبيونس تكون في كورة مرة. المهم عطونا الرأي ديالكم في هاد المواضيع وتهلاو في راسكم.